وبعد ما تمت القرعة اليوم وعرفنا ان الاهلي هيقابل الفايز من مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي، الاتحاد بيتمنى ان يواجه الاهلي عشان يقدم شكل مختلف امام الاندية السعودية، وخاصة بعد ما الاهلي فاز على الهلال برباعية نظيفة ومنهم 3 اهداف في الشوط الاول. استحملوني بقى لان الكلام كتير وانا كاتباه. ساعتها اتعمل هاشتاج نبي الستر، وهتفضل هزيمه تاريخيه حتى لو البعض بيحاول لحد اللحظه يصنع مبررات بان فريقه ما كانش قوي، مع ان ساعتها القيمه السوقيه للهلال كانت 3 اضعاف الاهلي، او التبرير بمنطق اصل كان مطرود من الهلال 2. طيب خلاص الغي البطولات اللي انت خدتها وكان مطرود قدامك لعيبه، واصلا الهلال استقبل اول هدف وهو كامل العدد، لعيبته كانت كلها كامله. فالقصه مش بس الفوز على الاهلي، لا ده القصه ان رغبه الاتحاد وجمهوره في انهم يقولوا اننا مختلفين عن الهلال، والقصة كمان ان الخسارة بالنسبة للفرق السعودية هتبقى اصعب بكتير من قبل كده بسبب الاموال والاستثمارات اللي ضخها في الدوري. اسمع يا اتحاد، لو انت عندك بنزيما والمليارات فاحنا عندنا الروح والبطولات.